مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا الخبر الجديد. أطلق نجم منتخب الشباب ياسر الزابيري تصريحات قوية تعكس الطموح الكبير الذي يحمله في مسيرته الكروية، مؤكدا أنه يشعر بأنه أصبح جاهزا لارتداء قميص المنتخب الوطني الأول والمشاركة في كأس إفريقيا المقبلة، مع تأكيده أن القرار النهائي يظل حصريا في يد الناخب الوطني وليد الركراكي. الزابيري قال في تصريح يظهر نضجه الكروي: أشعر بأنني جاهز الآن، لكن مسألة استدعاء ليست بيدي، فالقرار يعود للمدرب وليد الركراكي. وأوضح أن التألق رفقة منتخب الشباب أو في مونديال أقل من 20 سنة لا يعني بالضرورة الجاهزية الكاملة لخوض تحديات الكبار. الزابيري كشف أن الركراكي وجه رسالة واضحة للاعبين بعد نهاية كأس العالم، قائلا لهم: عودوا إلى أنديتكم وشاركوا كأساسيين، ففي أي لحظة قد أوجه لكم الدعوة. هذه الكلمات دفعت اللاعب لبذل مجهود مضاعف، خصوصا بعدما شارك أساسيا في المباريات الأخيرة. وقال الزابيري: أتمنى أن أواصل اللعب كأساسي، وأرغب في التسجيل وإظهار مستواي الحقيقي أمام وليد الركراكي. وبنبرة تعكس القوة والحلم قال الزبيري: هل يوجد أي لاعب لا يحلم بالمشاركة في كأس إفريقيا ببلده؟ إنها فرصة كبيرة جدا، وهدفنا جميعا هو التتويج باللقب. رغم الرغبة الكبيرة في الالتحاق بالمنتخب الأول، شدد اللاعب على أن مصلحة المغرب تأتي أولا، مؤكدا: سواء كنت ضمن المنتخب أم لا، المهم هو أن يحقق المغرب اللقب، وهذا الأمر يعود لخيارات وليد الركراكي. وختم حديثه بروح قتالية ورغبة واضحة في التطور: سأواصل العمل بجد لأكون ضمن القائمة وأساهم في إسعاد الجماهير، وإذا لم يحدث ذلك فسأظل داعما للمنتخب ومتمنيا لهم الأفضل.